ابني سنة رابعة يا ناس. انا خلاص بقى، انا هقعده في البيت ومفيش لعب ومفيش رياضة ومفيش اي حاجة خالص عشان انا ابني سنة رابعة، ده عنده علوم وعنده دراسات. اعمل ايه؟ لو انت زي كده بالظبط او انت داخل سنة رابعة يبقى الفيديو ده علشانك انت. بس في الاول ممكن ما تحرموناش من اللايك ومن الشير، ويا سلام لو دوست بقى على زر الاشتراك يشرفني وجودكم معايا في القناة. عايزه اقول لك لو انت داخل سنه رابعه، عايزه اقول لك في البدايه مبروك مبروك ان انت كبرت تكه. ايوه كبرت تكه، ما بقتش طفل بقى صغير كده اللي هم من اولى لثالثه. دول بياخدوا كده مواد كده بسيطه وصغيره. عايزه اقول لك لازم تكون فخور ان انت وتكون مبسوط جدا بنفسك قوي ان انت وصلت لسنه رابعه. يعني هيبقى عندك تحمل المسؤوليه، يعني هيزيد علينا شويه مواد كده زي الدراسات زي العلوم. حتى المواد الاساسيه هتكبر شويه مش كتير، بس صدقني هي معموله علشانك انت، هي معموله علشان تناسب مرحلتك الدراسيه انت. طب انا اعمل ايه؟ سنه رابعه مش بعبع مش بعبع، بس محتاجه ان انا اتعامل معاها بالراحه. هنلعب وهنذاكر وهنروح الدرس بتاعنا وهنلعب الرياضه بتاعتنا، عمرنا ابدا ما هنوقف في الرياضه. طب انا اعمل ايه؟ انت محتاج شويه بس حاجات. يلا جاهز؟ اول حاجه حضرتك لازم تنظم وقتك. ايوه ما ينفعش ان انت تعمل اي حاجه من غير ما تنظم وقتك. الاسبوع عندنا 7 ايام صح؟ كل يوم على الاقل لازم تفتح كده مادتين وتبص فيهم. لازم. على فكره انت ممكن تذاكر نص ساعه وبعد كده تريح 10 دقائق، تذاكر نص ساعه وبعد كده تريح 10 دقائق. عارفه ان في ايام كتير جدا بيبقى عندنا تمارين وبيكون عندنا درس، بس انت لو خدت من يومك ساعه او ساعه ونص الموضوع مش كتير يعني. جزء من الوقت ده، جزء من نص ساعه هتذاكر، والجزء التاني هتحل الواجب على الجزء ده. اوعى تكون من الناس اللي بتحل الواجب ويلا اقلب يلا في السريع من غير حتى ما تذاكر. يبقى اول حاجه احنا لازم ننظم وقتنا كويس جدا. الحاجه التانية، لو حضرتك بتلعب رياضه ما ينفعش ان انت تقعد، ما ينفعش ان انت تقول لا اصلا انا معلش بقى انا ورايا مذاكره كتير. وانت كمان ما ينفعش ان انت تضغطي على ابنك. طب نعمل ايه؟ ما احنا عندنا ايام كتير جدا في الدراسه. لا انت لازم تروح الرياضه. وعايزه اقول لك على حاجه كمان، انت لو عملت حجه الرياضه هتعطلك على المذاكره يبقى حضرتك مش بتتمرن صح او مش بتاكل صح. لان الرياضه دي المفروض ان هي بتديك كده باور، بتعملك كده ريفريش كده، بتخليك كده صحي وانت عندك طاقه وعندك صحه اكتر. على فكره اليوم اللي انت بتروح فيه النادي، لو انت بتتمرن مثلا بالليل ونمت عدد ساعات قليل، راقب كده نفسك هتلاقي نفسك بتقوم الصبح الساعه 5:30 او بتقوم الساعه 6 وانت عندك نشاط جدا. بعكس الايام العاديه ممكن تكون بتنام بدري بس بتقوم كسلان همدان. هي سبحان الله الرياضه بتنشط عقلنا جدا وبتساعدنا في المذاكره كويس جدا. يبقى احنا هننظم وقتنا، يبقى احنا هنلعب رياضه كويس جدا. رقم 3 لازم حضرتك تبتدي بالمواد الاول في الاول السهله بالنسبه لك. وليكن مثلا يعني العربي مثلا بالنسبه لك سهل. اول ما تخلص السهل في السهل هتحس ان انت خلصت كميه، فده هيخليك كده تحس ان انت لا ان انت انجزت. اقعد كده اول اسبوعين ولا حاجه، وقرب الامتحانات ابتدي بالحاجه اللي بتضايقك. ايوه بالحاجه اللي بتضايقك. طب اقول لك على سر، انت عارف مثلا لو الدراسات، مش معنى كده ان الدراسات ماده يعني ابتدائي ولا حاجه، لا هي ماده محتاجه ان انت تذاكرها بطريقه معينه. حتى كمان العلوم، الحاجه اللي انت بتحس فيها بمشكله يذاكرها الصبح بدري اول ما تقوم تبتدي بيها يومك، يا اما قبل ما تنام تبتدي ان انت تقراها كده، تلاقي عقلك الباطن شغال. مش همسك بقى الموبايل واشوف الشات واشوف بقى التلفزيون ومش عارفه ايه. لا مفيش اي حاجه من الحاجات دي. الرقم اللي بعده اللي هو رقم 4، لازم تسيب يوم مش يوم يعني كام ساعه كده يكونوا ليك انت بس للعب. للعب، مش في اليوم ده، في الاسبوع. في الاسبوع. والله عرفت ان انت تخصص يوم في الويك اند يبقى جميل جدا. على فكره اليوم اللي حضرتك بتروح فيه عند تيتا ده كده يعتبر الويك اند. اليوم اللي حضرتك بتمسك فيه الموبايل ده يعتبر الويك اند بالنسبه لك انت. يعني ده بالنسبه لك ان انت بتكافئ نفسك. اكافئ نفسي ان انا يبقى عندي وقت في الوقت للعب، ما فيهاش اي حاجه خالص. لو انا مثلا كل كام يوم اجيب لي نفسي حاجه بحبها يعني ما فيهاش اي حاجه خالص. وبعدين تقول ايه يا واد ده انا بكافئك كده، انا بكافئني كده ليه؟ عشان انت شاطر وعشان انت كنت قد المسؤوليه. صدقني الموضوع هيكون سهل وبسيط جدا وهيعدي بمنتهى السلاسه، بس انت تعمل بالراحه كده. وبعدين عايزه اقولك على حاجه، لازم ان انت لازم ان انت تقبل كده على الحياه وتقبل كده على الدراسه وانت حاببها، مش مخنوق وحاسس ان هي لود عليك. انت نفسك تطلع ايه؟ ما انت مش هتوصل للمكانه دي غير وانت اساسا بتمر بالمراحل التعليميه. هقولك على حاجه دايما بقولها لابني، انت اختار بنفسك الطريقه اللي تحب الناس تعاملك بيها. تحب الناس تقول يا باشمهندس، يا دكتور، يا مستر، يا استاذ، ولا يقولك انت ياضي انت تعالى، انا اسفه طبعا انت يا ولا تعالى انت، ويشتموك في الرايحه وفي الجايه. اختار بنفسك الطريقه اللي تحب الناس تعاملك بيها.
وعايزه اقول لك ان في الاخر خالص يعني بالله عليك ينفع ان انا اعمل كل حاجه جميله واكون ما بصليش؟ يا نهار ابيض، يعني ازاي ارفع ايدي كده وادعي ربنا سبحانه وتعالى اقول له يا رب نجحني، يا رب وفقني، وانا ما بصليش؟ اقول له يا رب ساعدني ان انا انظم وقتي وانا ما بصليش؟ اقول له يا رب انا عايزه ادخل الامتحان واقفل واجيب الفول مارك وانا اصلا ما بصليش؟ طب بذمتك ده ينفع؟ لا طبعا. يبقى احنا لازم بعد ما اخلص ايه، احافظ على الصلاه، يعني احافظ على الصلاه كده في حياتي، وما تزعلش مامتك وباباك، وتوكل على الله، وهتلاقي نفسك الدنيا بقت جميله جدا جدا. اشوفكم الحلقه الجايه، انا فخوره بيكم جدا.